الأول منطقة فلاحين، في فلاح الأصل وفي فلاح الطبع، في فرق يعني برضه. وأنا من شبرا. بدأنا بالقايمة بسم الله الرحمن الرحيم، ما يختلف عليها الكوكب كله مع بعضه، كله مش بس عندك في مصر. احنا قعدنا سنة مخطوبين وكنا كويسين جدا وهو محترم جدا، هو وأهله، وما كناش نعرف عنهم أي حاجة لحد يوم كتابة القايمة فضلوا يتكلموا لا ده لا يتكتب وده ما يتكتبش، واحنا عدينا للأسف عشان كنا شاريين. وبعد العزال رحنا عشان نفرش الشقة، بقيت حماتي واقفة معانا وعمالة تتكلم عن الحاجة اللي أنا جايباها، وبعد ما خلصنا ما عجبهاش فرش السرير اللي أنا جايباه، لأني كنت جايباه التركي الجديد اللي هو مش منقوش قوي زي بتاع زمان، وعشان هي فلاحة قوي اتريقت عليه وما عجبهاش. دخلت أمي تجيب لها اللي هي عايزاه بعد ما كنا خلصنا الشقة كلها، وساعتها اتخانقت مع أمي عشان ما تجيبش حاجة وإن دي شقتي وأنا اللي هعيش فيها وعجباني كده. أمي قالت مفيش مشكلة نعمل لها اللي هي عايزاه، الأمهات دايما تحبي على إن الدنيا ما تخربش كده حتى لو غلط. أنا فرحي كان في العيد وخلصنا فرش الشقة يوم الوقفة. جيت يوم العيد الصبح خطيبي اللي هو بقى جوزي كان بيكلمني عشان يعيد عليا، راحت واخدة منه الفون على أساس إنها هتعيد عليا، وراحت قايلة لي بقى كده ده منظر عزال تجيبوه، حسب الله ونعم الوكيل. إيه يا ولية حد يحاسبني على حاجة زي كده؟ حسب الله ونعم الوكيل فيكم، فضحتوني وسط أهلي، كل اللي يشوف الشقة يتريق عليها منكم لله. وقعدت تسمعني كلام زي السم أول يوم العيد الصبح، وخطيبي قاعد ساكت وسامع، انت برضو قاعدة ساكتة وسامعة كل ده، وما قالش أي حاجة. طبعا أنا قعدت أعيط بعد ما هو خد الفون، قمت قافلة في وشه السكة. بعدها هو كلمني تاني وزعلان، ليه حبيب ماما زعلان؟ عشان أنا قفلت السكة في وشه. بقوله يعني ينفع اللي أمك عملته؟ والله تستاهل كلمة أمك، يعني ما بحبهاش بس تستاهل كلمة أمك يلا. حتى ما هنش عليه إنه يتأسف، لا قال لي معاه حق، هي شايفة إن دي حاجات ما تليقش بابنها، اسم الله عليه وعلى ابنها، ريتك واسترقيتك يلا أنت وأمك. أنا اتصدمت من رده وقفلت وحكيت لبابا وماما، وكنت عايزة أفشكل لكن أهلي ما رديوش لأني كاتبة الكتاب. وحنيتي كانت تاني يوم لقد وقعنا في الفخ، عشان المفروض يعني كاتب الكتاب ده بيبقى قبل ما اروح الشقة بنفس. ليه؟ عشان أنا ما أحطش صباعي تحت الدرس حد أبدا، أفشكل وقت ما أنا عايزة براحتي. لما اتجوزنا نزلنا تحت من أول أسبوع وما لحقتش أتهنى بشقتي، والمفتاح دايما في الباب، يعني هما وفروا عليكي بدل ما يطلع هو 4-5 نسخ بقى المفتاح في الباب. تصدق الاقتراح ده احسن كده، حليتي معانا مشكلة النسخ بتاعة المفتاح، بدل ما العريس يعمل نسخة لأمه والخالته والعمته، هو المفتاح يبقى في الباب طول الوقت بحيث ان حتى الحرامي يخش عليكي. المهم ان انا لو شلته المفتاح بيعملوا مشكلة. ازاي يعني تشيلي المفتاح من الباب؟ واي حد بيدخل عليا عادي على سني ملكيش حرمة، سواء امه او اخته من غير اي استئذان، ودخل عليا كتير وانا في الحمام، او بيخش عليكي الحمام او في اوضه النوم نايمه، او ابقى قاعده في الصاله والاقي الباب يتفتح ويدخلوا يجيبوا حاجه من الثلاجه او يدخلوا البلكونه او يدخلوا يعملوا اي حاجه من غير اي استئذان. ولما جيت اكلمه قال لي هيستأذنوا ليه في بيتهم. انا ابتديت اتحرر، انت ليكي اوضه نومك بس، اتجوزك في اوضه النوم بس، علميا وعمليا هي دي منطقتك. خدي بالك انت فاهماني صح؟ خدي راحتك فيها. وعدتها، هي الفكرة بقى في عدتها. عارفة انتوا بتعدوا من البداية وده مش صح. بقيت اسيب هدومي الداخلية عادي في الأوضة لأني بنزل من الصبح بدري، مش بلحق أروق، ولما بخلص بطلع أشوف شقتي بعديها. لقيته بيقولي ما تسيبيش الهدوم كده تاني عشان اخواتي شافوها، اخواتي الشباب، واسم الله عليكم على اخواتك الشباب وعلى اللي بيتكم كده رمة واحدة بيخشوا أوضة نومك ليه؟ مش فاهمة بيختار بوكسر من عندك ولا ايه ده؟ قلت له وانت ايه اللي دخل اخواتك الشباب اوضه نومي؟ هي مش المفروض دي اوضه نومي؟ قال لي ساعتها بيطلعوا يجيبوا حاجه او يعملوا اي حاجه، ما تسيبيش حاجتك كده تاني. لا راجل يلا. وببقى نايمه بقميص او اي حاجه قصيره والاقي امه او اخته دخلوا عليا الاوضه، بس الشهاده لله هما بيخبطوا لما بيكون هو معايا او بيندهوا. الشهاده لله يعني بجد ناس محترمه جدا، وهو فوق معاكي يعني لازم يندهوا او يخبطوا بدل ما يخشوا يشوفوا الفاحشه بقى. يعني الشيخ خرجت الواحد عن شعوره وبيقول كلام غريب. اتكلمت في مره قلت له هما بيخشوا عليا الاوضه اوضه النوم كده عادي. قال لي ايه المشكله؟ ما انتوا ستات زيهم، يعني انتوا ستات زي بعض. مش عارفه اعمل ايه غير اني على طول امه تتريق كمان على عزايلي وحاجتي، وكل ما يحصل عزال عندهم في
المنطقة تفضل تقولي شايفة جايبين ايه مش زيك وتحرق دمي، ده انت اللي حرقة دمي وحرقة اعصابي، وانا مش بعرف ارد عليها. ليه؟ اصل لسانك وانت صغيرة وهو مطوعها في اي حاجة لحد ما بقوا يمنعوني اني اروح عند اهلي. شوفي التسيب بيجيب ايه، هو ده. انا اصل كنا بنعدي عشان نسهل الدنيا، وواخد مني الفون عشان ما اتكلمش مع حد من وراهم. اي مكالمة لازم يبقى هو او امه قاعدين جنبي، وتخلينا كتير عشان مروحي عند اهلي عدى. يعني اهلي لما بوحشهم كانوا بيجوا عشان يشوفوا ابني كمان. انا معايا ولد لحد ما سمعت مكالمة بينه وبين امه وهما بيشتموا عليا انا واهلي، وحاليا انا غضبانه وبصراحة عايزة اطلع. اوف، اخيرا بردتي على قلبي عشان انا هبان متحاملة جدا في كلامي، هبان ان انا متحاملة عليكي، فهحاول ما اقولش اي حاجة عشان انا متعصبة دلوقتي، فاكيد ردودي مش هتبقى في محلها. مش هقولك انفصلي، بس هو الغلط عندك انت من البداية، ان احنا لما بنقبل باشياء نرجع نحاول نغيرها، ده يبقى عته مننا وغباء مننا. ليه؟ انا قبلت على وضع معين، مش هاجي اقوله بعد كده لا معلش كرامتي وشخصيتي كانوا فين من البداية. انا ما حطيتش بلان نمشي عليها، مفيش خطة اذا ما جيش اطلب حاجة في النهاية وتنيلنا قلنا 200,000 مرة بيت عيلة لا، بيت خرا لا. تقدري تشوفي رأي السكاكر اخواتك في الكومنتات عشان انا اكيد مش هقولك